طول عمرها بتتعمل بثلاث مكونات بس، ولا اكتر ولا اقل. النهارده هنعملها بخطوه واحده بس، من غير ترتيب ومن غير اي ادوات كهربائيه، بطريقه اهالينا. ودي التسويه المظبوطه اللي المفروض تطلع معاكي. الغريبه ما بتاخدش لون. سمي بالله وصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، وهقول لك اسرار محدش هيقولها لك غيري بالفيديو ده. اول حاجه لازم نستخدم في الغريبه سمنه بيضه. ده نوع السمنه اللي انا مستخدماه. طعمه حلو جدا يا جماعه، روابي بطعم القشطه. علشان ناخد سمنه للغريبه ما ينفعش افتح العلبه واخد سمنه واشتغل بالغريبه على طول. لان السمنه في بتاعه العلبه زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي بيبقى فيها ترميله كده محببه زي ما انتم شايفين كده على ظهر المعلقه. فهنعمل ايه؟ هاخد العلبه بتاعتي واحطها على نار هاديه، اسيحها، وهبدا ان انا اوزن السمنه بتاعتي على الميزان. هاخد على كيلو دقيق 600 جرام من السمنه. بس لازم اسيحها على نار هاديه علشان الترميله بتاعتها اللي في العلبه ما تبقاش موجوده، لان دي هتبوظ لي الغريبه. تمام. لازم نسيح السمنه يا جماعه زي ما قلت لكم. دي طريقه المحلات. تاني حاجه، بناخد على كيلو دقيق 200 جرام بس من السكر البودره. عايزه تزودي كمان 20 جرام من السكر معاكي، مش اكتر من كده. لكن انا بحب سكرها مظبوط جدا. دي السمنه بعد ما دخلتها التلاجة ساعتين تقريبا، لازم تكون ساقعه برضو. والدقيق معايا والسكر بس هما دول. مش هنستخدم بقى اي ادوات كهربائيه خالص. هتحطي السكر على السمنه بالشكل ده. بس طبعا زي ما قلت لكم لازم تدخلي السمنه التلاجة قبل ما تشتغلي كده بساعه او بساعتين، وعليهم الدقيق بس، ولا اي حاجه رابعه. هما ثلاث مكونات دول: كيلو دقيق، 600 جرام من السمنه، 200 جرام من السكر. وزي ما قلت لك تاني ممكن تضيفي 20 جرام كمان من السكر لو حابه ان سكرها يبقى باين قوي. لكن احنا بنحب سكرها يكون مظبوط او خفيفه السكر. وكمان ما تزيديش قوي في السكر عن 20 جرام لو حابه تزودي، علشان ما تفرش وتعضم منك وتنشف. بايديا بقى ببدا ان انا اعجن كل المكونات دي مع بعض لحد ما العجينه تندمج خالص. ما بتاخدش بالظبط 10 دقايق ان انت تبسيها مع بعضها، ولا بقى معجان ولا مضرب كهرباء ولا مكون. هما التلاتة على بعض كده بخطوة واحدة بس. خلصت خلاص عجينة الغريبة وبقت ملزقة في ايدي بالشكل ده. الخطوة كمان اللي لازم نعملها، ما ينفعش ان احنا نستغنى عنها، ان احنا بعد ما نعجنها وتبقى ملزقة كده في ايدينا بالشكل ده، بننضف ايدينا وهي بتلم الطبق كده ما بتلزقش في الطبق. بقوم مغطياها ببلاستيك او مغطياها بستريتش راب. ولازم ندخلها التلاجة قبل ما نشتغل ساعة. طيب انا دلوقتي مثلا يا ميادة مش هشتغل ساعة، هتأخر شوية، نازلة رايحة مشوار، سيبيها في التلاجة مش هيجرى لها حاجة. عايزة تعمليها من بالليل وتاني يوم تشتغلي فيها، ولا هيجرى لها اي حاجة. اعجنيها وسيبيها متغطية في التلاجة وتاني يوم اشتغلي بيها. بس هتطلعيها قبل ما تشكليها حوالي ساعة كده او نص ساعة تهدى، لان طبعا هتبقى متجمدة تماما. وبعدين تبدأي بقى ان انت تفركيها بايديكي بالشكل ده، وتبدأي ان انت تعجنيها تاني. برضو ما بتاخدش في ايدك 10 دقايق وبتكون العجينة